مساء الخير احلى صبايا، كيفكن يا حلوات؟ رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. اليوم يعني هو الفيديو المنتظر. كتير صبايا سألوني أسئلة وما قدرت جاوب على كل شيء يعني. فطلبت منكم بفيديو سابق انه تكتبوا لي بالكومنت شو في عندكم أسئلة لحتى أنا جاوبكم على كل شيء وتعرفوا معلومات عني أكتر. فاليوم كتبت إيش في أسئلة عندكم وشو في معلومات حابين تعرفوها عني. ورح جاوبكم على كل أسئلتكم. كم مرة قلت أسئلة؟ المهم، فاليوم رح جاوبكم على كل شيء. هلا أول شيء سؤال كتير تكرر إنه إيش قد عمرك وعمر زوجك. هلا يا صبايا أنا عمري 26 سنة وزوجي عمره 29. وش قد مواليدي ومواليده كمان هذا سؤال انذكر. مواليدي أنا 21/10 92، وزوجي 26/3/90. هلا هو هالشهر عيد ميلاده، كمان رح شارك معكم تحضيراتي واجوائي، كيف رح احضر له عيد ميلاده، شو رح اعمل له، هالشغلات كلها رح شاركها معكم ان شاء الله. هلا بنجي على سؤال الاسئله الشخصيه. كم اخ واخت عندي وليش ما في عندي اولاد؟ تمام. هلا كم اخ واخت عندي؟ نحن 3 بنات وصبي. عندي أكبر شي أخي، هو الكبير يعني، دارس معهد رياضي وبيشتغل بمدرسة خاصة مدرس رياضة وبنادي، يعني هو اختصاص رياضة بكل حياته. كمان عنده صبيين شيهم رح شارك معكم صورهم. يعني أنا أولاد أخي وأختي يعني هدول عندي إياهم العشق والغرام. كتير بحبهم. كتير مشتاقة لهم، إن شاء الله هيك يا رب أشوفهم عن قريب وأجتمع مع أهلي وماما وبابا، لأنه بصراحة يعني هي أول مرة أنا ببعد عنهم هالمدة الطويلة. فيعني دايب قلبي عليهم وكتير مشتاقة لهم، فإن شاء الله بأقرب فرصة رح أنزل وكمان رح شارك معكم كل شيء. ايه بنكمل. هلا اخوي قلت لكم هو الكبير. بعدين في عندي اختي اكبر مني ب5 سنين. كمان هي متزوجة ودارسة أدب إنجليزي. بتشتغل بمدرسة للصم والبكم. هي بتدرس يعني إنجليزي بالإشارات، يعني متعلمة لغة الإشارة وبتدرس إنجليزي بالإشارات. أنا كتير بحب مجال شغلها، هو كتير مميز، هو يعني هيك إنساني كتير. هلا بعدين أنا وفي أختي الأصغر مني، هي الدلولة يعني آخر العنقود مثل ما بنقول بحلب. كمان هي عمرها 18 سنة. عم تدرس بالجامعة أدب فرنسي. يعني هلا نحن بين كل، يعني بيني وبين أختي الكبيرة 5 سنين وبيني وبين أختي الأصغر كمان 5 سنين. فهدول هن أخواتي والله يحفظ لي إياهم ويخلي لي إياهم وأشوفهم عن قريب. وإن شاء الله كل حدا بعد عن أهله يجتمع معهم ويشوفهم كمان بأقرب وقت. هلا وين أهلي وبيت حماي؟ صبايا أنا أهلي بحلب وكمان بيت حماي بحلب. وليش أهلك مو معك؟ لأنه هن مستقرين بحلب يعني وما مضطرين يطلعوا. فنحن طلعنا على تركيا لأنه اضطرينا نطلع. قلت لكم زوجي انطلب للعسكرية ويعني ما بقى في عنا مجال إلا حتى نسافر مثلنا مثل كتير عالم. فيعني هيك صار، نحن سافرنا وهن ضلوا بحلب. هلا كمان اجاني كتير سؤال، وهلا بخصوصي بالفترة الأخيرة كتير صبايا عم يسألوني إنه رح تعرضي حالك ولا لا، بدنا نشوفك، بدنا ما بعرف شو. فصبايا يعني أنا هلا حاليا مالي مقررة أظهر حالي أبدا. يعني ممكن بعدين لفترة طويلة ممكن أفكر بالموضوع، بس هلا حاليا أبدا مو مفكرة أظهر حالي. هلا شلون تعرفت عن زوجي وزواج حب ولا تقليدي؟ كتير حبيت هالسؤال. هلا انا وايمن تعرفنا على بعض بالجامعه، يعني نحن عن حب اخذنا بعض، مو زواج تقليدي او خطبه اهل او هيك مثل ما بيقولوا. فنحن تعرفنا على بعض بالجامعه، انا كنت ادرس علم اجتماع قلت لكم، وهو بيدرس انجليزي. يعني هو نحن كل فرع، يعني نحن غير، هو اختصاصه غير اختصاصي، بس انه بنفس الجامعة اثنيناتنا بكلية الآداب. فتعرفنا على بعض يعني بالصدفة وحبني. واجا هو يعني من الاول كان جدي معي وقال لي انه انا بدي اخطبك وهيك هالشغلات يعني. فانه اجا وشاف اهلي وخطبني وهيك.
طبعا هو واهله يعني. ايه وبس يعني ارتبطنا وصار خطبه، بس ما قدرنا يعني ما تزوجنا بابا قال له يعني انه ما بصير تتزوجوا لحتى هي تتخرج. انا كنت انخطبت يعني كنت سنه ثالثه، وبس تخرجت كملت يعني السنه الرابعه واخذت الشهاده صار العرس وتزوجنا. من وين؟ انا من حلب، قلت لكم صبايا. قديش صار لي متزوجه؟ هلا انا صار لي متزوجه 4 سنين وكم شهر. تزوجت انا من حلب طبعا. اليوم رح شارك معكم لقطات يعني من حفلة عيد زواجي وقت عملتها، لسه ما كنت فاتحة قناة بس انه مصورة وهيك. اليوم رح شارك معكم شوي من الاجواء. عيد زواجي بيكون بالشهر 12 بعزين البرد 18/12/2014. انا هذا هو تاريخ زواجي. ليش ما عندي اولاد؟ كتير انسألت هالسؤال صبايا. هلا هو بالنهاية يعني هذا رزق من عند ربنا، ووقت الله بيأذن يعني فأكيد ما حدا بيقدر يعترض. فهلا نحن بندعي لربنا وادعوا لي صبايا. وما يعني ما بحب احكي اكثر عن هالموضوع، بس انه هو قلت لكم هو بالنهايه رزق من عند رب العالمين، وقت الله بيأذن بنتمنى يعني نحن هالشي. فادعوا لي صبايا، والله يطعمني ويطعم كل حدا مشتهي يا رب. زوجي بيقربني؟ قلت لكم لا، هو ما بيقربني. يعني هو غريب. حبيت العيشة بتركيا؟ ايه حبيت هالسؤال. هلا صبايا، اول ما طلعت بصراحة ما حبيت ابدا. كتير كتير كانت صعبة علي، كتير بكيت، كتير زعلت. اول شيء انه فارقت اهلي وانا ما متعودة ابعد عنهم ابدا. يعني حتى وقت كنت متزوجة كنت انه كل اسبوع اروح ونام عندهم وهيك، او انه هن يجوا لعندي، فانا ما متعودة ابعد عنهم ابدا. كتير 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 كانت صعبة علي. وزوجي كمان يعني بنفس الوقت بعد عن اهله وهيك. فنحن كتير متعلقين، يعني انا كتير متعلقة باهلي، متعلقة ببيت حماية، كتير بحبهم، كتير بحبوني. فكتير شفناها صعبة بالبداية، بس بعدين صبايا كل شي بيهون. يعني كل شي مع الوقت انه بيهون وبنتعود. هلا اول ما طلعنا كان كل شي صعب علينا، كل شي جديد. اللغة يعني لغة البلد اللي نحن ما بنعرفها ابدا، هذا شيء كتير صعب انه انت تنوجدي بمكان ما تعرفي تحكي مع الاشخاص او تتعاملي معهم. كمان انه لو زوجي لا شغل، يعني عانينا كتير صبايا بصراحة. عانينا كتير ماديا ونفسيا وفكريا. بعدين مع الوقت بلشت اتعرف، بلشت يصير عندي علاقات، رفقات، ناس، جيران، اطلع ادخل. يعني اول فتره كتير اكتئبت، اقضيها كلها بكي. عم بحكي معكم هلا كتير بصراحه. طبعا علا وقفت معي وقفه مو طبيعيه، يعني لولاها انا مستحيل اقدر ابقى او اوصل لهون. هي كانت مثل يعني كل اهلي هون بالغربه. ساندتني، وقفت معي وما تتركني ابدا، وقفت معي، وقفت مع ايمن. فمع الوقت الحمد لله زوجي لقى شغل، تطورت اموره. بعدين بعد فتره يعني لقى شغل احسن، اخذنا بيت افضل. البيت اللي كنت اخذته قبل كتير كتير كان صغير، كتير كان سيء، وبنفس الوقت اجاره غالي مو رخيص. ف يعني كان مو حلو ابدا، وما كنت مرتاحه فيه. هلا بعد ما غيرت بيتي كمان في شغلات لسه انه ما كتير ظابطه يعني، بس انه مع الوقت كل شيء بيصير. اهم شيء صبية يا حبيباتي تكونوا قوايا وما تستسلموا. كل شيء بدايته صعب، وبعدين نحن بنخليه يصير سهل. هلا انا كمان انه بشتغل ولا لا؟ لا صبايا، هلا انا حاليا ما بشتغل. ليش؟ لانه حابه بس اتعلم اللغه التركيه يعني بطلاقه، اخلص كل المستويات، اخذ التومر، بعدين رح ابلش اشتغل. هلا انا بحلب كنت اشتغل، بس هون قلت لكم ما حابه يعني ادخل وانا مالي انه متمكنه من اللغه. فبس خلصت. هلا انا وصلت قلت لكم للمستوى الثاني، هلا رح اخلصه. بعد ما اخلصه رح انتقل للمستوى اللي بعده، ويعني هيك بضل عندي انه 3 مستويات بس خلصتهم وختمتهم ان شاء الله. رح ابلش بالشغل. جوزي شو بيشتغل؟ هلا زوجي بيشتغل قلت لكم صبايا انه هو مدرس وبنفس الوقت مشرف بمعهد تركي. يعني هو بيدرس انجليزي طبعا، بس هو المعهد تركي، معهد خاص يعني بيعطوا فيه انه انجليزي.
شقد مواليدي قلت لكم، شو برجي؟ هلا برجي هو الميزان، وبرج زوجي الحمل. صبايا، هلا بعد ما جاوبت على كل اسئلتكم صار وقتي انا اسالكم. شو في فيديوهات حابين اقدم لكم اياها؟ عم يعجبكم المحتوى اللي عم اقدمه بالفيديوهات ولا لا؟ مبسوطين بالطبخات؟ انه حابين يعني اضل نزلكم طبخات ولا لا اغير مثلا؟ فكتبوا لي بالكومنتس اجوبتكم لحتى اعرف ضل نزل فيديوهات يعني انتم بتحبوها وبتعجبكم. فقالوا لي اذا حابين ضل كمل يعني بمجال الطبخ وهيك جولات وهالقصص، ولا بتحبوا اغير النمط؟ فجاوبوني بالكومنتس. صبايا، بكون خلص الفيديو، بكون جاوبت على كل اسئلتكم. ان شاء الله تكونوا اخذتوا معلومات اللي حابين تعرفوها عني. انتظروني بفيديو جديد، بحبكم كتير. بايات.